السلام عليكم، حياكم الله إخواني الكرام. مشكلة شائعة في أغلب سيارات نيسان، وحصلت معي أكثر من مرة، يمكن تكررت 3 أو 4 مرات. وإنك يوم تيجي تعشق الجير عندك على أي غيار، الآر أو الإن أو الدي، تفاجأ إنه على الداشبورد يبقى الحرف كما هو، سواء على البي، أو إذا أنت كنت معشق السيارة على الدي وجيت بتحولها على الآر أو غيار آخر أو على البي، يعني من باب إنك تبغى توقف السيارة، تفاجأ إنه الغيار يبقى مثل ما هو. إذا كان على الدي ما يتغير، أو أي الغيار اللي أنت كنت ثابت عليه. والسبب في ذلك هو إنه في سلك واير يوصل ما بين عصا الجير هذه، وهذا السلك وظيفته انه يوجه التحكم لغيار الجير بوكس الى الغيار المطلوب. لو حصل انه فقد التلامس بين الحلقة الدائرية اللي موجودة في هذا السلك الواير وبين عصا الجير، راح تحصل المشكلة. طبعا حل هذه المشكلة يتطلب طبعا عند الورش والوكالات انهم يفكون الواجهة هذه كاملة، حقت الفريم هذا بالكامل إلى الخلف. لكن بفضل من الله عز وجل، وبعد مشاهدة بعض فيديوهات اليوتيوب اللي تتكلم بشكل عام عن هذه المشكلة، وجدت إنه الحل بسيط وما يستغرق يعني وقت، بعون الله تعالى، وراح نبدأ فيه على بركة الله. طبعا للاحتياط إنه يلزمك عشان تفك الفريم البلاستيك الرصاصي هذا، في نهاية الأطراف حقته برغيين على شكل حرف نجمة. ممكن انه هذا العطل يحصل معك اثناء ما انت تكون على طريق السفر او ما تقدر تحل المشكلة، فراح تضطر اذا ما عندك هذا المفك عقب ما تفك هذا الفريم. طبعا الفريم عندي فيه كسر جانبي من هنا، سبب اني احتجت اني اسوي هذه العملية 3 أو 4 مرات. يمكن من المرة الثالثة او الرابعة تدرون، لانه ما عندكم اداة للفك، فراح تستخدمون سواء مفتاح السيارة او مفتاحك الشخصي. فاثناء عملية ازالة هذا الفريم قد يحصل هذا الشيء، فيبغالك انك تتعامل معه برفق، حتى انك تقدر تشيل هذا الفريم وتوصل الى البراغي اللي الخاصة بهذا الفريم البلاستيك، وتقدر انك تشيله بكل اريحية وتوصل الى سلك الواير بعون الله. راح افرجيكم الان كيف ممكن نفك هذا الفريم الان. والان عشان تفك الفريم حق المسجل، تحتاج انك تجيب مثلا مفتاح سيارتك، او اذا عندك مفك براغي صغير، او اذا ما كان متاح استخدم المفتاح اللي يجي مع مفتاح السيارة نفسه، سواء كان سمارت كي يطلع من المخبأ حقتها، او اذا كانت سيارتك ما هي سمارت ستارت، تقدر انك تستخدم المفتاح العادي اللي يجي معها يعني بشكل عام. فانا راح اني ثواني راح اني استخدم المفتاح حقها او المفتاح حق البيت ايا يكن. الهدف انك انت تفك الفريم هذا بكل رفق. طبعا لو ما تبغى، طبعا لانه انا المسجل عندي ديجيتال، في بعض الانواع الستاندر ما يكون هذا المسجل، يكون النوع النحيف. ففي كل الطرق راح تحتاج انك تفك الفريم من الزوايا، تدخل الطرف المفتاح عندك، وأول ما تشوف أنه ابتدأ يطلع من عندك الفريم من الأطراف الزوايا، تبتدي أنك تحرره من مكانه. مجرد ما أنك حررته من الزوايا هذه، تقدر أنك تفك الفريم هذه بكل سهولة. نرجع لكم بعد ثواني بعد ما نرفع. طبعا مثل ما ذكرنا، تحتاج أنك تكون تتعامل برفق مع الفريم هذا، لأن الأطراف الزوايا إذا شديت عليها لها طاقة تحمل، ممكن لا قدر الله يصير كسر. فحاول أنك تيجي على الأطراف من هنا وتحاول أنك تضغط عليها بالمفتاح. طبعا هو في حل ثاني، لو ما تبغى أنك ترفع الفريم لخوف الله أنه ينكسر معك، أنك ترفع الفريم هذا لهنا. ولكن أنا ما أنصح فيها، لأن أنا جربتها أول مرة وكنت يعني على وشك إني كنت أبغى أكسر هذه الأطراف حق أنها تطلع. طبعا البراغي أنا شايلهم الآن، والبراغي هذا مكان الأول وهذا مكان الثاني، وهو على شكل حرف ستار.
أنا عندي الحمد لله يعني جبت مفك، ولو الراس النجمة المتوافق مع هذا الحجم البرغي، والمقاس حسب ما أنا شايف عندي على هذا، ما أعرف إذا هو هذا المقاس الصحيح أو لا. CRY أو CRVT 20. فعقب ما إنك تفك البراغي اللي على الأطراف، راح إنك تيجي من أطراف الجير بوكس هذه من هنا، الفريم البلاستيك كده تبدأ تشيله بيدك. راح يكون بما أنه أول مرة شوي صعب في الفك، ولكن إن شاء الله الأمور طيبة. لكن لفرض أنا بعد كده يعني إذا أنت ما قدرت تحل المشكلة إنه الجلدة الربرة حقت سلك الواير هذه الدائري هي المسؤولة عن فقدان التحكم، يعني إن تخلي سلك الواير يطلع من مكانه بسبب إنها فلتت عن عصات الجير. فبالتالي إذا لين إنك أنت تجيب قطعة الربرة هذه تشوفها من أي محل، يعني حتى لو لأن المشكلة لو تروح الوكالة يقول لك لا تغير السلك كاملا وتدخل في موال ورش صيانة الوكالة، وتعرفون يقدحون مبالغ مرتبة. والسلك الواير عنده ماذا أنا سعرته يقول لك ب1900 ريال، وأنت في غنى عنها، لأنه يوم تحصل معك المشكلة قد تكون لا قدر الله أنت في طريق سفر أو في مكان غير موجود بورشة، وتضطر أنك يعني تجيب سطحة حق يشيل السيارة. والأمر الثاني أنك ما راح تقدر تطفي السيارة، يعني أو إذا طفيتها وهي مش معشقة على البي، يعني كانت على الدي أو على الآر، فإذا طفيتها وجيت بتشغل مرتين ما راح يستجيب، ما تفتح السيارة إلين يرجع الغير مرة أخرى على البي. طيب أنا مثل ما قلت لكم ممكن يبقى الفريم حق المسجل إذا أنتم خايفين على الموضوع، ولكن راح أنتم تبدوا تشدون هذا الفريم من الأطراف شوي شوي، وخليكم تعملوا معرف، ادعسون على الفرامل العادية طبعا، ونزل الغير الجير سواء للإن أو الدي. ليش؟ لأنك يوم تيجي بتفك بقية الفريم من هنا راح إنك تحتاج، شفت شلون الحين بيطلع معكم الفريم هذا الفراغ او الفضاء، لو ما انت لو حاطط الجير على البي راح يصير من الصعوبة انك ترفع الفريم، ولكن الان الحمد لله احنا تمكنا من رفعها. ولكن من بعدها انا ما رجعت البراغي حقت الفريم ده، لا خوف الله ان المسألة تكرر، وبالفعل تكررت. طبعا رجع الان الغير على البي، وراح انك تطلع هذا هو سلك الواير حق الجير بوكس اللي أنا أتكلم عنه. راح أمثل الحالة وكأنه تم لا قدر الله فقدان هذا الوصل ما بينه وبين عصا الجير، راح يكون الشكل كالآتي. انتظروني ثواني. الآن أنا فكيته بشكل متعمد لتمثيل الحالة نفسها. راح تفاجئون أن سلك الواير هذه الحلقة المسؤولة عن هذه المشكلة، أنا بحاول أوضحها على قدر الإمكان، وهذه اللي تكون موصولة مع عصات الجير. أحاول أوضح لكم إياها. طبعا أنا لاحظوا قاعد أغير في الغيار، بالمقابل هنا ما زال على حرف البي. ليش أنا رفعت لحرف البي؟ لأنه رأس العصاية نفسها، الحلقة الدائرية حقت عصات الجير نفسها موجودة، ما تقدر توصلها إلا إذا كنت حاطة على حرف البي. فبالتالي أنت راح تمسك سلك الواير، وإذا كان الغيار على الدي على سبيل المثال، خلينا نمثل الحالة، تقدر تسحب سلك الواير. شوف يعني هذه المنطقة الرصاصية اسحبها بيدك، حاول بقدر الإمكان أنك تغيرها. هي الآن عندي على حرف البي، لكن أنا تمثيليا راح أرجعها على الآر، على الإن، على الدي، بإمكانك يعني إنك أنت تمسكها بكل يسر وترجعها إلى الشيء اللي أنت تريده. طبعا فيها شوية صعوبة لأول مرة أنها تكون شوية يعني صلبة، لكن يبيلك شوية يعني تحمل إلين إنك تقدر إنك هذا ترجعها على حرف البي. ثواني وأرجع لكم إياها.
طبعا الأمر كان فيه شوية صعوبة علي، والسبب إنه بعض الأحيان لما تيجي تحول من الآر إلى البي الحلقة نفسها تكون شوية يعني صعبة اللف، فقد تضطر إنك تستخدم مفتاح سيارتك أو المفتاح المتوفر معك، إنك تدخله في الحلقة نفسها وتجره إلين يتحول الغيار على البي. ذيك الساعة تأتي الخطوة الحاسمة، إنك أنت تمسك الحلقة نفسها حقت الجير وتبدأ تتحسس. أنت طبعا لازم ترجع عصا الجير إلى حرف البي ضروري، وأثناء ما ترجعها راح ترجع بسهولة، ولكن إذا حصلت أنها تعقدت ما رجت فتأكد أن سلك الواير بعيد عن الحلقة حقتها. أنت راح تحسها زي حلقة دائرية، فيوم تبعدها ترجع بالراحة على حرف البي. فأنت تبدأ تمسك سلك الواير من الحلقة الدائرية اللي أنا قلت لكم عنها، اللي أنت شفتوها في بداية الفيديو، وتشوف الحلقة اللي في راس الجير نفسه وتدخلها عليه. راح تكون شوية فيها صعوبة في البداية، وراح تضطر أنك تحشر يدك فيها إلين يتم دخول حلقة سلك الواير مع الحلقة اللي موجودة في عصا الجير نفسها. نرجع لكم بعد ثواني بعد ما نركب الحلقة. الآن أنا بعد ما أني وثقت الحلقة هذه اللي حقت سلك الجير بالعصا نفسها في الحلقة الدائرية الخاصة فيها، راح اني اتأكد انه الحلقة ضاغطة على اخر شيء. طبعا هي فيها شوية مجهود من عندكم، ولكن يعني الواحد يتعب شوي لأنه يوصل لأقرب ورشة أو محل صيانة ويشوف حل هذه المشكلة، إنه يجيب قطعة الرابرة اللي قلنا عنها الدائرية، وهذه تركب جوا حلقة السلك الواير حق اللي انتم شفتوه حق الجير بوكس نفسه. عقب ما تركبه راح يصير إنه يعني من السهولة انك لما تركبه ما يرجع يفلت بعد فترة، بعد اسبوع شهر زمان، يعني ما تعرف متى ممكن مع الفضاوة حقتها ترجع المشكلة مرة ثانية. فالآن أنا بعد ما أني وثقت الحلقة دي مع عصات الجير، لاحظوا الآن مجرد ما أني أغير الجير للآر للإن للدي لأي غير آخر راح ترجع مرة ثانية، وبذلك إحنا نكون حلينا المشكلة بشكل مبدئي. ومثل ما قلت لابد أنك في القريب العاجل تحصل قطعة الرابر هذه وتركبها على الحلقة الدائرية حقت سلك الواير، ومن ثم توثقها بعصا الجير نفسه، لأنه على حسب ما فهمت من أحد الإخوة الأفاضل أنه هذه القطعة يعني قطع استهلاكية كل 6 أو 7 سنوات تحتاج، وفعليا أنا حصلت معي بعد 6 سنوات من استخدام السيارة.